هذه قافلة أبناء مدينة مسور يتقدمهم شيخ مشايخ مسور الشيخ محمد حزام الفقيه. وتتكون القافلة من أولا 500 مقاتل إن شاء الله سينضمون إلى القوات المسلحة للدفاع عن الوطن والدفاع ضد المتمردين الحوثيين. ثانيا تتكون القافلة من 800 شخص مستعدين للتبرع بالدم والقتال في نفس الوقت. ثالثا تتكون القافلة من 58 سيارة حاملة لجميع المواد الغذائية، وإضافة إلى 150 سيارة تحمل المقاتلين. وهذا أقل ما يمكن أن نديه، ونحن نبذل المال والدم والنفس فداء للوطن ودعما للقوات المسلحة وصفا واحدا خلف رئيسنا القائد الرمز علي عبد الله صالح. ونحن نؤكد أننا ضد التآمر والمتآمرين والردة والانفصال والظلاميين، وسنكون صفا واحدا ضد من تخولوا نفسه. هؤلاء أبناء مديرية مسور يعلنون وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية الممثلة بفخامة المشير علي عبد الله صالح. وهذه قافلة الفداء من أبناء مديرية مسور بمقاتليها ورجالها المتبرعين بالدم، وأتوا إلى الوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأمن.